منذ طفولتي كنت بحب الهدوء والبعد عن جلسات النميمة والجلسات اللي بتمتلئ بالأصوات العالية والثرثرات غير المفيدة. وعشان أنا فتحت عينيا على التلفزيون وصوت الراديو اللي كانت ماما تهتم بيهم، وبالبرامج الخامسة صباحا حتى التاسعة صباحا، وعلى آثارها بتزاول مهامها بالمنزل. كذلك التلفزيون كان والدي أول من أتى بهذا الجهاز للبلدة، وتقريبا لم يكن يتواجد غير واحد أو اثنين معاه لأنه اشتراهم لبعض الأسر الصديقة من القاهرة. كنت من الصغر بشاهد واستمع كل ما هو سبب في تكوين شخصيتي الأدبية الحالية، واتخذت من تلك الأدوات بديل عن أشياء كثيرة بسهولة التحقيق في عوالم أخرى من العلوم والثقافة، تاريخ، دين، فنون، إضافة لأن التحقي بالحضانة ثم المدرسة كان ليهم عامل كبير. فكان الفضاء المحيط بي لا يسع غير الأسرة وهذه التكونات اللي تكون حواليا، وبعض العاملات في المنزل لدى الجد أيضا كان لهم تأثير عليا، وزميلاتي لأن كنت من البداية بختارهم بعناية. ذلك صديقات الطفولة من أصدقاء الأسرة، فيما عدا ذلك فكان لي عالمي الخاص جدا، وكما كان يقال البرج العاجي الذي أهرع إليه كلما أنهيت أعمالي المدرسية، أعيش فيه مع قصصي أو كتب ومجلات ورقية اللي كان بيقتنيها بابا. وطبعا كنت محظوظة جدا بهم لأن كنت في زمان كان للكتاب فيه أهمية كبيرة جدا، والقراءة كان ليها وقت لا يمكن أن نعتدي عليه. كان هذا العالم اللي بحيا فيه لا يعتني إلا بالعقل ومواقف الجمال والثقافة. زمان كان فيه أكبر الأسماء علم وثقافة وسياسة. هذا الزمن الجميل لم يكن فيه أي مسؤولية كمان ولا معاناة إلا من بعض القواعد والقيود اللي بيضعها قانون الأسرة الأبوي مع بعض التحصينات من الأم. لذلك نشأت نشأة خاصة جدا ما زال منها الكثير بداخلي، كلما آن أوان التغيير بيكون بمنتهى الصعوبة والألم بالنسبة لي، لأني عشقت هذا الكيان اللي بدأت أعيشه أو بدأت مراحله من وقت مبكر جدا. عندما أمسكت قلمي وامتلكت زمامه وامتلكني، كانت بتتبلور بداخلي شخصيتي اللي حلمت بها على مدار سنوات حتى أتت لحظة الانطلاق. ولكن دنيا جهاد محمود أو جهاد نوار حاليا ظلت كما هي في محاولات كثيرة للبعد عن الاندماج، وإن خللتها بعض التغيرات حسب قانون عوامل التعرية والنضوج وضرورة التعايش مع من حولي، إلا أنني أحب دوما أن أعود إليها. أحزن جدا حينما يشدني منها أمر ما، قد يظهرني ذلك بأنني مغرورة أو غير مرنة أو جامدة، لكن هذا لأنني أحب أن أكون أنا دون اللعب في تلك الصورة التي اعتقدتها لي، ولا أسمح لأحد بأن يحاولني بشخصية أخرى غيره. كلام هذا هو بداية لبعض الحلقات عن حكاوي الحب. والحب في حياتنا ليس فقط هو الحب العاطفي، ولكن الحب هو حب الأم، الأب، الأسرة، الأصدقاء، الحب العاطفي، حب الوطن، وهو أعظم الحب اللي أنا بنتمي إليه. لذلك هبدأ سلسلة في حكايات حكاوي الحب، وهتكون إن شاء الله بتتكلم كلها عن حاجات جميلة مرت في حياتي، سواء مع الأصدقاء مع الأسرة، في خلال تعاملاتي مع زملائي رفقائي، ما تم من إنجازات على مدى سنوات طويلة، انضمامي للسوشيال ميديا، تواجدي بصفتي أديبة وكاتبة وإعلامية يعني بمنطق إني بعلن عن بعض الأشياء من خلال السوشيال ميديا أو من خلال كتاباتي كمقالات في الصحافة بحولها لأشياء مسموعة. فهيكون عندي قصص وحاجات كتير مرت عليا كتير، هحاول إن أنا أقولها في جرعات بسيطة ومكثفة من خلال برنامج حكاوي الحب.